الحلقة دي من أخطر الحلقات لأنها مش بس بتكشف قناع الطيبة، لكن بتكشف لأول مرة في حياة الإنسان هو ليه بقى طيب بالطريقة المفرطة دي. الطيبة اللي بتوجع مش بتطمن. يلا نبدأ. سكون الذات، سقوط الأقنعة. الحلقة التانية، قناع الطيبة. في ناس طيبين، طيبة حقيقية، طيبة صالحة طالعة من القلب، وفي ناس طيبتهم مش واضحة للناس بس واضحة قوي من جواها. لكن في نوع تالت بقى، وهو اللي الحلقة دي بتتكلم عنه. الإنسان اللي لبس قناع الطيبة لدرجة إنه نسي نفسه. الإنسان اللي بيقول ماشي وهو من جواه مش ماشي. اللي بيراعي الناس وهو محدش رعاه. اللي بيسامح حتى وهو موجوع. اللي بيخفف عن الكل بس محدش شال عنه حاجة. اللي بيخاف يزعل. اللي بيخاف يزعل حد أكتر ما بيخاف يزعل نفسه. لو حسيت بجملة من دول اعرف ان الحلقة دي ومش جاية تفضحك، دي جاية تفهمك. اول حاجة ايه هو قناع الطيبة؟ قناع الطيبة مش انك شخص كويس. القناع هو محاولة انك تظهر بشكل كويس حتى لو ده ضدك. القناع هو انك تقول حاضر وانت مش حاضر، تسهر مع حد وانت محتاج تنام مثلا، تساعد وانت اصلا محتاج اللي يساعدك، تتحمل وانت جواك صوت بيصرخ كفاية، تبلع غلط حد عشان ما تضيعوش، تحط احتياجاتك اخر الصف وتسيب قلبك مفتوح للناس الغلط. دي مش طيبة، ده استنزاف. صديقي ده دور اتعلمته عشان تضمن ان محدش يرفضك ومحدش يتخلى عنك ومحدش يسيبك لوحدك، وللأسف النتيجة عكسية. أنا هقولك أنت ليه لبست قناع الطيبة. الحقيقة اللي الوعي بيخاف يعترف بيها، مش لأنك ملاك ولا لأن قلبك أبيض انت لبست قناع الطيبة. قناع الطيبة اتولد لما كنت صغير، لما اكتشفت ان لو كنت كويس الناس هتحبك، لو ما زعلتش حد هيفضلوا حواليك، لو رضيتهم مش هيسيبوك، لو ساعدتهم محدش هيرفضك، ولو كنت لطيف يبقى موجود وآمن. القناع اتبنى من الخوف مش من الحب والرحمة. الخوف من الرفض، من الهجر، من المواجهة، انك تقول لأ، انك تختار نفسك، مبقاش في امكانيات. ومن يومها اصبحت الطيبة وسيلة نجاة بالنسبة لي. شوية علامات هقولها لك لو هي فيك انت لابس القناع ده، وانا مش هسيبك النهارده غير لما تقلع. مش عايز اسالك وتجاوبني، اسمع بقلبك. بتتكسف تطلب حاجة حتى لو بسيط. بتقول مفيش مشكلة وانت من جواك منكسر. بتبرر للناس غلطهم حتى لو أذوك. بتخاف تزعل حد أكتر من خوفك تزعل نفسك. عندك شعور مستمر إنك مش كفاية. بتحس إنك دايما مطلوب. بتحس إن دايما مطلوب منك تكون متفاهم ومسامح وهادي. بتحس إنك لو قلت لا الناس هتسيبك. لو لقيت نفسك في النقطة دي فأنت مش طيب، أنت منهك قوي. الطيبة الحقيقية مش زي قناع الطيبة. الطيبة الحقيقية قوة مش سبوبة. الطيبة الحقيقية بتقول أنا هساعد بس من غير ما أذي نفسي، هسامح بس في الحدود، انا هدي مش عشان خايف من المواجهه ولا عشان اللي قدامي ما يزعلش، انا هدي عشان شايف ان انا في استطاعتي. ان الطيبه الحقيقيه مش بتلغي ذاتك، الطيبه الحقيقيه بتحترم فيها ذاتك. هقول لك بقى ازاي واحده واحده كده نتخلص من القناع ده. قناع الطيبه مش هيقع لما تبطل تساعد الناس، ولا لما تبقى جامد، ولا لما تقفل قلبك. قناع الطيبة بيقع لما تعمل خطوة واحدة، تتوقف عن خيانة نفسك. أيوة، الخيانة اللي بتعملها لنفسك. لما توافق على حاجة مش حاببها، تسامح حد مش مستحق تسامحه، هو وحش، هو وحش جدا وهيبقى وحش بعديها وبعديها، هو كده، ده شخص. تفتح بابك لحد دايما في حياته كلها قافل ابوابه ليه. تدي بدون ما تطلب. تعتذر عن حاجة انت مش غلطان فيها. اول ما تقول لنفسك الحقيقة دي، انا بعمل ده عشان خايف مش عشان طيب، القناع بيبدأ يتحرك من مكانه. مواجهة صغيرة بس مؤلمة عزيزي المشاهد. اقعد لوحدك واسأل نفسك، لو قلت لا هخسر مين؟ ولو فضلت اقول حاضر هخسر مين؟ هتعرف انك طول عمرك بتحافظ على الناس وبتنسى تحافظ على نفسك. هتعرف انك كنت كريم زيادة مش لانك كريم لكن لانك خايف تترفض. هتعرف انك كنت لطيف مش لانك لطيف لكن لانك مش مصدق امتى. اللحظة دي هي اللحظة اللي القناع بيتشقق فيها. لما القناع يقع ايه اللي هيحصل؟ هتحس لأول مرة بصوتك ان صوتك ليه قيمة، وجودك مش مربوط برضا حد، قلبك مش ملعب لحد، تضحياتك بقت ليها حدود، محبتك بقت صافية مش مختلطة بالخوف. هتحس انك مش مطلوب منك تكون لطيف طول الوقت، وان الطيبة اللي كنت بتوزعها كانت طالعة من مكان موجوع مش واعي. لما يختفي القناع تظهر الطيبة الحقيقية، طيبة ناضجة مش خضعة. أجمل لحظة في سقوط القناع هي لما تبص في المراية وتشوف إنسان جديد، إنسان بيقول لا، إنسان مش بيخاف يزعل حد لما يكون هو المنظور، إنسان بيحترم طاقته وبيحمي قلبه وبيحب من غير ما يبيع نفسه. الطيبة وقتها بتبقى نقية وطاهرة
مرتبطة بالوعي مش بالخوف. طيبتك مش ضعف، لكن لما تكون طيبتك ضدك تبقى قناع. عايزك تفهم حاجة، انك مش غلط لانك كنت طيب زيادة. انت كنت بتحاول تنجو، كنت بتحاول تكون مقبول، محبوب، مرحب بيك، كنت بتحاول ما تكونش عبء على حد حتى لو على حسابنا. لكن دلوقتي جه الوقت تعمل اجمل خطوة في رحلتك، انك تبقى طيب بس من غير ما تخون نفسك، تحب من غير ما تدوب، تسامح من غير ما تسمح، وتختار نفسك قبل اي حد. ده سقوط القناع، ودي بداية إنسان جديد، وده الطريق الحقيقي لسكون الذات. ودي نهاية الحلقة. لو حسيت إن الكلام بيقربك من نفسك، يبقى خلي الرحلة دي تكمل. اشترك مش عشان الرقم يزيد، لكن عشان ما تفلتش منك اللحظة اللي ممكن تغير حياتك. لو الكلام ده بيحرك حاجة جواك، ادي لنفسك فرصة واضغط اشتراك.